ازيكم عاملين ايه؟ هنتكلم النهارده عن الاطفال من عمر سنه لسنتين. ابنك دلوقتي في مرحله الاكتشاف والتجربه، عايز يدوق كل حاجه ويمسك كل حاجه ويلعب بكل حاجه ويرمي كل حاجه. هي دي سمات المرحله بتاعته. ابنك دلوقتي مشاعره انه بقى بيخاف، مندفع، ما يعرفش عواقب اخطائه. بدأ يقول حوالي تقريبا 50 كلمه. لو بيقول اقل من ال50 كلمة هيبقى عرضة لنوبات الغضب اكتر بكتير. دلوقتي كمان ابنك بيقول كلام كتير مش مفهوم، وانتي بتاخديه وتحكي، وده بيحسسه بالاحباط اكتر، وبيخليه يتعصب وبيخليه عرضة لنوبات الغضب. كمان ابنك دلوقتي بدأت اول حاجة عملها انه ضربك فانت ضحكتي، فلما بيضربك تاني بقيتي بتشتكي منه. لا، هو كده اتلخبط، مبقاش فاهم دي حاجه بتضحكك ولا حاجه بتخليكي تشتكي منه. عشان كده احنا لازم نفهمهم من الاول ان دي حاجه بتزعلنا، وهعرفكوا ازاي في الاخر. ابنك ما دلوقتي ما يفهمش اللي هو المحاضرات بتاعه الزعيق. حرام عليك، انا لسه شايله حاجه من الارض، روح لم لعبك، الحاجات دي كلها ما يفهمهاش، بس يفهم المعلومه البسيطه. تعالى نشيل الكوره، ولازم اوريله ازاي نقدر نشيل الكوره وبنوديها فين. بعد كده لما اقول له تعالى نشيل الكوره هيروح يشيل الكوره بكل سهوله. مبدأ ابني دلوقتي ما يقدرش يعبر عن احتياجاته الأساسية، جعان، عطشان، عايز انام، الكلام ده كله ما بيقدرش يقوله، ما بيقدرش يقول احتياجاته. كمان دلوقتي الولاد بيبقى عندهم موضوع لأ. لأ، ابنك مش بيقول لأ عشان لأ بتاعتك، هو بيسمع لأ كتير وعلى أساسها بيقول لأ. فبدل ما تقولي لأ شوفي لها بديل. هو بيبقى بيقول لا على كل حاجه. لا مش جعان، لا مش عايزه العب، لا مش عايزه اشرب، لا مش عايزه اغير هدومي دلوقتي، لا مش عايزه اسيب اللعبه اللي انت قررتي ان انت سايباها لي دلوقتي، لا مش عايزه انزل من عند الناس اللي انا بلعب معاهم. هو كمان ما يعرفش معنى الوقت، فانت لا عشان اتاخرنا، مفيش لا عشان اتاخرنا، او لا عشان انا بلبس بسرعه وعايزه انزل. هو ما يفهمش الكلام ده كله، ولا قصده يستفزك ولا قصده اي حاجه. هو ما بيفهمش معنى الوقت. حاولي تشوفي بديل لكلمه لا. يعني بدل ما ياخد اللعبه ويرميها مثلا في الارض، بدل ما اقول له لا ما ترميهاش اقول له انت عايز تحطها هنا. فهنا كده انا بدلت لا بجمله تانية. اشتغلي على نفسك في فكره انك تبدلي لا بجمل تانية عشان تقللي استخدام كلمه لا. إيه، لما بتكرري انه يسيب حاجه وما بيسيبهاش، فهو عشان هو ما بيفهمش فكره سيب دلوقتي، هو ما عندوش وقت، فحله التشتيت. اديله حاجة تانية يلعب بيها، خديه وديه حاجة عم يعمل اكتيفيتي تاني. ملوش حل تاني، فكرة الاخذ بالعافية ده ملوش حل تاني. ابنك لما بيصرخ او يضرب، غير ان هو بيصرخ قدام المراية عشان يسمع صوته فرحان بيه، لما بيصرخ او يضرب او بيشد فهو بيبقى عشان حاجتين: يا اما تعبير عن الاستياء، حاجه مضايقاه، يا اما لفت انتباه ليكي، محتاجك تبصيلي وتقعدي معاه. وعشان كده دايما بيضربوا اخواتهم الكبار، عشان هو ده اللي بيخليكي تسيبي كل حاجه وتطلعي تجري عليه. لما بيرمي الحاجه اكتر من مره، كانت ساره حبيبتي كانت بتقول بيتعلم نظريه السكوت. هو ده السن اللي بيتعلم فيه ازاي بتقع، فهو بيفكر هي ازاي بتقع. لما بيدلق طبق الاكل في الارض بيبقى عايز يعرف هو ممكن يحصل له ايه بعد كده. كمان ده السن اللي بيدوق فيه اكل كتير. بعد السنتين الولاد بيغلبوا اهاليهم اللي هم ما دقوش الاكل. فحاولي ان انتي توزعي الاكل في الحتت اللي هي بيبقى عايز يلعب فيها، زي الظرف اللي تحت في المطبخ، دي المفروض ان دي ظرف اصلا، والحاجات دي كلها انت دورك كأم انك تخلقي بيئه امنه يقدر هو يكتشف فيها. وفري له ان انت مثلا تحطي شويه بلاستيكات وطبق مكرونه وحته من كفته هنا، الحاجات اللي هي ارميها في ركان. هو ده الوقت اللي هيدوق فيه، غير كده مش هيدوق غير لما يكتشف. ده الوقت الوحيد عشان ما تندميش. اللي تزعلي انك لما روحتي لجده وسابك وبقى بيلعب، لكن في البيت ماسك فيك. يعني مش عارفه اقول ايه، لا كده عاجب ولا كده عاجب. هو هناك بيكتشف هناك حاجات جديده. في البيت ماسك فيكي عشان انتي ماما، انتي مصدر الامان، شويه ماسك فيكي وشويه بيلعب بحاجه تانية. المفروض طبعا ده لا سن تبات ولا سن موبايلات ولا سن لعب موبايلات خالص ولا قاعده قدام تلفزيون. السن ده له اكتيفيتي كتير جدا، وهنزل لكم لينك ان شاء الله في اول كومنت لويب سايت عليه اكتيفيتي وحاجات للسن ده. خلينا نقول دورك كأم توفير بيئة آمنة للاستكشاف. استراتيجي التربية اللي هنستخدمها مع السن دوت: أول حاجة تشتيت الطفل. خد اللعبة ديت وهات الموبايل لمامي.
تاني استراتيجي، وجهي السلبي بالايجابي مع توضيح المشاعر. هو اصلا دلوقتي قري له، اتكلمي معاه، احكي له قصص، لان هو دوت اكتر سن بيسمع فيه، بيبقى محتاج فيه يسمع كتير. وجهي السلبي بالايجابي، ابنك لما يضرب حد فهميه، روحي له اوكي، وانزلي لمستواه هو واخوه، وقولي له اه دي بتوجع. كده انا وصلت له المشاعر. تاني حاجه هعملها، اقول له ايدينا حبيبي نطبطب بيها، وخليه يطبطب على اخوه، واحضن الاتنين، واخدهم ونروح نعمل حاجه تالته خالص ملهاش علاقه باللي حصل، وغيري الموضوع على طول. ابنك كمان دلوقتي من ضمن الاستراتيجي اللي كويسه جدا التشويس، اديله اختيارين، اختيارات يختار منها حاجات انت بالنسبه لك تكون متاحه. وهو هنا كمان بيتعود ان هو ان شاء الله يطلع واثق في نفسه، ويتعود ان هو ياخد قراراته باذن الله. هو ده السن، احتياجات المرحله والحاجات اللي المفروض يتعلمها في السن ده، المهارات اللي المفروض يتعلمها في السن ده. لما يكون كمان هيعمل حاجه زي ان هو عايز يجري منك في الشارع، طبعا ده مستحيل، يعني احنا مش هنسيب ايديه، بس فهميه ان انت فاهماه، انت عايز تجري بس احنا عندنا مكان تاني بنجري فيه، وغيري الموضوع، خديه في ايديكي وروحي وريه حاجه في محل، روحي اتفرجوا على حاجه. لما كمان بيشبطوا في حاجه او كده، انت دورك اصلا في المحل مش انك تقعدي تقولي لا، ولا تخشي المرحله دي متوصللهاش. اختاروا حاجه، اختاري انت هتشتري ايه واديها له في ايديه، وحاسبي واطلعي من المحل او امشي من المكان اللي فيه سويتس او فيه الحاجات اللي ممكن يشبط فيه. هو ده دورك في السن ده. بعد السنتين بقى نبدأ نقول لا، نقدر نعمل حاجات تانية، ونقدر نستخدم أساليب تانية. الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم فيه عن نوبات الغضب. نوبات الغضب يعني من اكتر الحاجات اللي الامهات تستأمنها جدا، وانهم بيرموا نفسهم في الارض ويتعصبوا، وما بيبقوش عارفين، وبيبقى مش عارفه تتحكم فيها. مبدئيا كده خدعوك فقالوا بني ادم على وجه الارض قدر يتحكم في نوبة غضب عند كبير او عند صغير. مفيش بني ادم يقدر يتحكم في نوبة الغضب. تاني حاجة عايزة اقولها لك، ان ربنا ما بيديناش حاجة ملهاش لازمة، سبحان الله. نوبات الغضب دي الجايد، ربنا مديكي جايد كده، زي طريقة عشان تعرفي تفهمي احتياجات ابنك اللي مش بيتكلم، وعلشان تفهمي عشان تعرفي تربيه جوه البيت وبره البيت، وتزرعي جواه سلوكيات كتير. المرة الجاية بإذن الله هنتكلم عن نوبات الغضب وتفاصيل أكتر، وبتفيدنا في إيه، وإزاي تقدروا تحتاجوا نوبات الغضب. يا رب يكون الفيديو فاتكم. لو الفيديو فاتكم اعملوا اد لأصحابكم، وشكرا، وأسفة على تأخير الفيديو. تصبحوا على خير.